دوسي على الدقمة، دوس على الدقمة ايش خسران؟ هسه لا هي بفلوس ولا هي بصخام. صباح الخير. الصراحة للضرورة أحكام. دا أصور سناب بهذه اللحظة أني جالسة حاليا ويا الملكات، لأنه دا نختار بكل حب فساتين السهرة لليوم التتويج يوم 25/5 بهذا الشهر بعد أيام. بما أنه الناطقة الإعلامية حضرتي لمس إيراك 2017 راح أخبركم التالي اللي دا يسألون واللي كاتلهم الفضول. بالنسبة لتصريحات شيماء قاسم وفرح حداد، أقولهم أنتوا سحبوا من عندكم اللقب اثنينكم. شيماء أنت صديقتي وأحبك، أنت وفرح كافي تنزلون إشاعات، لأنه يوم غد بإذن الله تعالى راح يرفع عليكم دعوة قضائية بالتشهير والتجريح بمسابقة نزيهة ورسمية وموثقة بحضور وبإشراف وزارة الثقافة العراقية. ده اتهمتي حتى الوزارة. وإذا نرجع عن المسابقة السابقة فأنتوا كنتوا غير مستوفيين للشروط برأي وكلام الناس اللي اشتغلتوا وياه. أما بالنسبة للوصيفة الأولى والثانية فامسحي صورهم بسرعة، وما مسموح لك تنزلين بسنابك صورهم لأن عندهم عوائل وراح يحاسبوك. هاي نقطة. النقطة الأخرى يعني شوية اتقي الله ولا تألفين وتسوين وتزيفين الحقائق. فاللهم فاشهد، اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد انه انت قاعد تكذبين، وعيب وكافي ولهنا وكافي، لانه وصلت حدها. وبالنسبة للناس اللي تتابعني واللي تحبني واللي عندهم ثقة بي وبكلامي، اقول لكم كل الكلام اللي قالوه كذب 100%. والدليل انه كلامهم كذب، اللجنة هي ملكة اعلاميات العرب الجميلة حليمة بولند نمبر 1، وايضا الدكتور اللبناني الشهير طبيب التجميل دكتور نادر صعب، وايضا شخص من وزارة الثقافة. والله سؤال، نادر صعب وحليمة بولند مين يعرفون مروفيان؟ قد عيب الكذب يا رب. الناس اللي تسألني وصديقاتي يسألوني يقولون انسحب اللقب المن راح لسوزان الوصيفة الثانية الجميلة اللي شاركت بمس ايرث، وهي اللي راح تتوج الملكة. واكيد اصدقائي بالفاينل وبالاخير راح تشوفون انه هذا الكلام طلع كله كذب، لانه راح تشوفون جمال الفتيات اللي مشاركات، بنات عوائل وجميلات وخريجات. وطبعا يوم الحدث هو راح يعلون بيدهم درجاتهم وينقصوها، ونشوف اجوبتهم راح تفوزهم. صبايا شو نقول للمفازة؟ جود نايت. يقولون اذا اتتك مسبة من ناقص معناها انك كامل، فاكيد اللي عرفتي عن اخلاقك شنو قدام الناس، وترفعت عن انه اسبك او اخلي زوجي يهينك، لانه راح نسجنك. وانتي لو مؤدبة ومحترمة وتعرفين العيب، ولو ما اعتقد كان حكيتي وياي بأدب. لا تمساع الزارع روحه بصدر القاع الورد اليم. دوسي على الدقمة، دوس على الدقمة ايش خسران؟ هسه لا هي بفلوس ولا هي بصخام.